المادة 2 من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، كيف ترى ذلك؟ شوف أستاذ عمرو، المادة الثانية من الدستور وللأسف الشديد كتير من المسلمين مش فاهمين، و99.9% من المسيحيين مش فاهمين من النصارى. المادة الثانية من الدستور بتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. يعني إيه الشريعة الإسلامية؟ والإخوة النصارى خايفين ليه من الشريعة الإسلامية؟ أستاذ مايكل لسه كان بيقول مثلا ممكن أن شاهد مسيحي يروح يشهد في قضية فالمحكمة لا تعتد بشهادته مثلا. مين قال له الكلام ده؟ منين جاب الكلام ده؟ ما هو لأن المشكلة الأساسية ان المسلمين والمسيحيين جهلاء بالشريعة الإسلامية. حضرتك الشريعة الإسلامية لا تطبق على المسلمين إلا في يعني لا تطبق على غير المسلمين فيما هو دون العبادات والعقائد، بمعنى ان العبادات والعقائد دي شريعة المسلمين تطبق على المسلمين، وشريعة المسيحيين تطبق على المسيحيين. وفي الإسلام إن أهل الإنجيل يحكموا بما في الإنجيل، وأهل التوراة يحكموا بما في التوراة. الحاجات اللي ما فيهاش أحكام في الشريعة المسيحية نعمل فيها إيه؟ دي خلاص أصبحت كالقانون لكل الناس. بمعنى لو الشريعة المسيحية بتجيز للمسيحي شرب الخمر، يشرب خمرة في بيته زي ما هو عاوز، يشرب خمره في بيته زي ما هو عاوز. وده ده غير صحيح كمان على فكره. ده انا بفترض لو الشريعه المسيحيه ليها شريعه، المسيحيين عندهم شريعه في الطلاق والزواج تطبق عليهم، ما تطبقش عليهم احكام الشريعه الاسلاميه في الطلاق والزواج. لو الشريعه المسيحيه عندهم شريعه في المواريث تطبق عليهم شريعتهم، ما تطبقش عليهم شريعتنا الاسلاميه. لكن تعال بقى في المصالح اللي احنا بنسميها المصالح المرسلة او المعاملات او العقود او البيوع والتجارة، دي قانون يطبق على كل الناس. المرور، إشارة المرور حمر، ما ينفعش تقول لي المسلم ياخد 5 جنيه والمسيحي لا. دي بنسميها المصالح المدنية او المصالح المرسلة، دي ملهاش علاقة اطلاقا لا بمسلم ولا بمسيحي، كلنا سواسية في هذا الامر. ايه اللي مضايق الاخوه المسيحيين؟ اخوه النصارى، الاسلام بيقول ان المراه المسلمه تلبس الزي الموحد ده. هل انا كدوله اسلاميه اجبر المسيحيه على لبس الحجاب ولبس الزي الاسلامي؟ لا. ليه؟ لان الزي بتاع المسلمين ده عباده. يبقى ما دام عباده يبقى لا يفرض الا على المسلمين. ده معنى الشريعة الإسلامية. فأنت خايف من إيه؟ أنت إيه اللي مضايق؟ هل يمكن ده دكتور مرتبط بفكرة المخاوف مثلا من الإعلان عن إنشاء أحزاب سياسية للإخوان المسلمين؟ سمعنا عن 4 أحزاب يمكن تنطلق، في المقابل أيضا أصوات أخرى تطالب بأحزاب للأقباط. يعني هل يمكن الكلام في المادة 2 ده مبعثه الخوف من التوجه للدولة الدينية في الفترة القادمة؟ أولا خليني أتحفظ على كلمة الأقباط. احنا ما عندناش دين اسمه الاقباط، الدين القبطي عندنا المسيحيين. ودي حقيقة مغالطة. وانا يعني كنت في ندوة وكان فيها الانبا بسنتي والدكتور نبيل لوقا باباو ومجموعة كبيرة من الاخوة المسيحيين. قلت لهم رجاء بلاش نتكلم في الكلمة دي، دي كلمة في حد ذاتها بتولد احتقان عند كتير من الناس اللي فاهمين. كلمة قبط دي عن مصري. مظبوط صحيح. فهم نصارى او اجبته نصارى او مسيحي. حضرتك مسألة إنشاء أحزاب دينية، طب وإيه يعني؟ أنا أقول الحرية متاحة للجميع. ما تعملوا أحزاب إسلامية واعملوا أحزاب مسيحية. هو إيه المانع؟ ما العالم كله فيه الحزب المسيحي الألماني مش هو اللي بيحكم الآن؟ صحيح. هو إيه المشكلة؟ افتحوا الحرية. سقف الحرية عندنا حاجتين: المقدس وسوء الأدب. عند المقدس ما تقوليش حرية. تمام. عند المقدس عند النصارى والمسلمين واليهود ما تقوليش حرية. عند الأدب والاحترام وهنوصل لسوء الأدب ما تقوليش حرية. صحيح. غير كده اعمل اللي انت عاوزه. انشئ أحزاب إسلامية، انشئ أحزاب مسيحية. هو احنا لو عملنا حزب إسلامي مثلا ودخل انتخابات وبقى عندنا نظام ديمقراطي قوي
وانتخابات حرة نزيهة، والانتخابات الحرة النزيهة دي جابت حزب إسلامي وجابت دولة دينية. احنا ايه اللي مضايقنا؟ الشعب ده عاوز يتحكم بكده، خلاص يتحكم ويستحمل. عملنا حزب علماني، حزب شيوعي، ودخل انتخابات حرة نزيهة، والشعب اختاروا. ايه المشكلة؟ يحكم. انتوا متضايقين ليه؟ دي ديمقراطية. انا بقول لحضرتك الناس الليبراليين اللي بيقولوا مش عاوزين دولة مدنية، دي قمة الديكتاتورية وقمة الطغيان وقمة الفرعنة. انت مش من حقك اذا انت قلت مش من كليبرالي مش عاوز دولة دينية. طب ما هو الديني هيقول مش عاوز دولة مدنية. بلاش يعني، خلونا نخرج من عباءة الماضي ونعيش بقى في المستقبل. خلي المسيحيين يعملوا احزاب، خلي رئيس وزراء يبقى مسيحي، ايه المشكلة؟ وهل تقبل ان يكون مرشح لرئاسة الجمهورية مسيحي؟ خلينا حضرتك نفرق بين حاجتين. مسألة الدولة والقانون والدستور بيقول ايه وبين انا اقبل او لا اقبل. يعني انا شخصيا يعني كصفوت حجازي، لا انا مش هروح انتخب رئيس جمهورية مسيحي، مش هروح فعلا. يعني دي حاجة عندي انا، لكن لو الدستور سمح بذلك ما يترشح. تمام. ولو الشعب اختاره، خلاص الشعب ذو الأغلبية المسلمة اختار هذا الرئيس المسيحي، رغم ان انا ما اخترتوش، لكن انا هبقى فرد من رعاياه. صحيح. ايه المشكلة؟ هو ده الالتزام وهو ده الديمقراطية الحقيقية. دكتورنا يعني يمكن احنا وقتنا انتهى، لكن احنا عايزين نقعد معاك حوارات اخرى ان شاء الله، فاسمح لنا يكون في لقاءات اخرى. تحت امرك. اسمح لي بقى يعني نستغل وجودك معانا في هذا الحوار ان نختتم يعني هذا الحوار وهذا اللقاء بدعاء وان نؤمن خلفك بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا إلهنا ولا إله لنا سواك، اللهم يا ذا العزة والجبروت، نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم يا ربنا انشر الأمن والأمان في ربوع مصر، اللهم انشر الأمن والأمان في ربوع مصر. اللهم اكتب الخير لمصر ولأهل مصر، اللهم اكتب الخير لمصر ولأهل مصر. اللهم إن هذه ديارك وهذه بلادك وهؤلاء عبادك يعيشون على أرضك وتحت سمائك، فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في بيوتنا، اللهم أمنا في بيوتنا. اللهم يا ربنا اجعل ديارنا هذه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل ديار مصر سخاء رخاء وسائر ديار المسلمين. اللهم اكتب الخير لأرضك ولعبادك في هذه الأرض. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا. اللهم من أراد مصر والمصريين بسوء، اللهم من أراد مصر والمصريين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد مصر والمصريين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أقم بنا دولتك وارفع بيننا لواءك. اللهم اجعلنا جميعا آمنين في أوطاننا وفي ديارنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشكرك يا مولانا، ربنا يكرمك وينفعنا بيك وينفع العالم كله بيك. الله يخليك. بشكركم، نلتقي إن شاء الله.